أقول بإذن الله جل وعلا هذا رجل يعني اشتهر بين الناس بأنه يفعل الخوارق، وأنه يأتي أمورا عظيمة، وبأن الرجل له بركات، رغم أن الرجل ما كان يحافظ على صلاة الجماعة، رغم أن الرجل ما كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الرجل لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النساء تذهبن إليه، وكان الناس يأتونه من كل فج وصوب، التي لا تحمل تذهب إليه، والذي يعاني من مرض يذهب إليه، والتي تعاني من شكوى تذهب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا رجل مات فحملوه فدفنوه ووضعوه في قبره، إلا أن ولده لما جن عليه الليل ونام رأى أباه في أسوأ صورة، وكأن النار اشتعلت بجسده، فما كان منه في الصباح إلا أن ذهب إلى قبر أبيه ونبش قبره ونظر إليه فإذا هو كالمحترق والعياذ بالله جل وعلا. فعاد إلى أمه وأقسم عليها بالله، أقسم عليها بالله أن تعلمه ما كان يصنع أبوه. قالت ادخل هذه الحجرة يا ولدي، ووالله أنا ما دخلتها أبدا أبدا، بمعنى أنه لما تزوجني ما أدخلني الغرفة هذه أبدا، وقال هي محرمة على الجميع، كان أبوك يدخلها بالأيام والليالي ولا يخرج منها، وكان يفعل بها أمورا لا أعلمها. فدخل الولد فرأى أمورا عجيبة، رأى كتب السحر ورأى أدوات السحر والعياذ بالله جل وعلا، ثم رفع سترا فرأى صنما، فسأل أمه قالت له كان أبوك يعبده من دون الله جل وعلا. هتقول الأخت الحين والأخ طب إيه اللي يستفيدوا من عبادة الصنم؟ مش كده، كبير الشياطين يأتي فيتجسد بشكله الهلامي الناري على هذا الصنم، بمعنى يبقى الصنم موجود، يوم الشيطان جاي مستفحل على الصنم، يتقمص الصنم بشكله برأسه بهيئته التي لا نراها، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، ثم يكون على الصنم ويأمر هذا بعبادته من دون الله، يأمره بالركوع، يأمره بالسجود، مثل هذا اليمني الذي اعترف على قناة الجزيرة الذي كان ساحرا، يقول كان هذا الشيطان يظهر ويأمر فلانا اللي هو الساحر والده، يأمره بأن يصلي ركعتين له، يسجد السجدتين الأولتين في الركعة الأولى على قدمه الأيمن، ويسجد السجدتين في الركعة الثانية على قدمه اليسرى والعياذ بالله، فهي عبادة للشيطان وليست لهذا الصنم وحده.